صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير مستمعينا ومتابعينا للي عم يسمعونا عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير، أو يلي عم يسمعونا عبر الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون نعيمات خلف، وضيفي بالاستديو الدكتور حسين الحلو، اختصاصي بأمراض جهاز الهضم والتنظير الهضمي وعمليات تنظير القناة الجامعة. اسمحوا لي رحب بضيفنا. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات، يا أهلا وسهلا فيك. مستمعينا، للي حابب يغني لقائنا أو تنضموا لنا، فيكم تتصلوا بالاتصال بالرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4، أو عبر الكومنت بالبث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أكيد رح نجاوب على أسئلتكم ورح نكون مسرورين جدا بانضمامكم لنا. بوجه تحية لزملائي بالكنترول شيرين وجودي على البث المباشر والكنترول. بداية دكتور، رح يكون اليوم هيك موضوعنا وحوارنا يعني دردشة هضمية صفراوية بين قوسين باللهجة العامية اللي دكتور، منطقتنا سابقا كانت تفتقر لكثير من الأمور الطبية يعني اللي منها مثلا جراحة القلب، سواء كان القسطرة القلبية، ومؤخرا يعني كان كم كبير من المرضى يتوجهوا للشام بغرض معين اللي هو اليوم رح يكون محور موضوعنا. بخصوص عمل معين، عمل جراحي جدا مهم وجدا بسيط وسهل وآمن، لكن تنعمل بأيادي ماهرة وهن أطبائنا اللي بنفتخر فيهم. كم كبير من المرضى اللي عم ينصابوا بحصيات القناة الصفراوية. كمقدمة دكتور لو نفوت بموضوعنا من عندك. الله يسلمك. أول شيء شكرا لك على هالتقديم الحلو. حصيات المرارة عادة هي شكوى شائعة بمجتمعاتنا. جزء من حصيات المرارة أحيانا بينزل على القناة الصفراوية. طبعا الكبد له أقنية صفراوية بتمشي مفرزاته فيها من الكبد إلى الأمعاء. المفرزات الصفراوية هي بتكون مسؤولة عن هضم المواد البروتينية والمواد الدسمة بالتشارك مع المفرزات البنكرياس. هاي المفرزات بتتخزن بالمرارة. في بعض أنواع الاضطرابات الوراثية أو الاستعدادات العائلية للإصابة بحصيات المرارة اللي بيصير أنه بتتشكل حصيات بالقناة الجامعة اللي هي قناة الكبد. هاي الحصيات أحيانا أو غالبا تمر مرور الكرام لمرة أو لمرتين بداية الشكوى. يعني بيشكي المريض مثلا من أعراض ثقل خفيف بالمعدة أو أقياء بسيط أو ألم بسيط، بياخده بشكل بسيط على أنه هو تشنج كولون، أو مثلا بيكون متقل بالأكل بيعزيه خطأ إلى أنه والله هو متضايق من الأكل الدسم اللي أكله. بيكون الموضوع طبعا غير هيك. طبعا بتمر هالشكايات بشكل عرضي، أحيانا ألم خفيف لمدة ساعتين ثلاثة بيروح. أحيانا الإنسان بيراجع الطبيب، ممكن يشخص له تشنج كولون أو التهاب معدة بسيط، وأحيانا ممكن يشخص له حصيات القناة الجامعة حسب إذا الطبيب اهتم بالشكوى وطلب لها تصوير إيكو وتحاليل دموية. طبعا هي الحصيات بصراحة أحيانا تؤدي إلى نتائج سيئة إذا لم يتم تداركها بالوقت المناسب.
من هون أهمية التنبيه لهذا الموضوع. كتير من المرضى تبعنا بالمنطقة بيتوارد عندهم حدوث هاي الحصيات وما بيعرفوا بالأساس أنه مصابين فيها. طبعا الحق مو عليهم، هي بالنهاية هي التشخيص أمانه بالأمر السهل. صح. لازم تمر أول شيء على الطبيب العام، ثاني شيء على الطبيب الداخلي اللي بده يوجه المريض على الطبيب الهضمية. طبيب الهضمية بده يعمل مجموعة من الاستقصاءات اللي هي تحاليل مخبرية وتصوير إيكو، وبعدها بيستنتج أو بيشخص أنه المريض هذا عنده حصيات بالقناة الصفراوية. ساعتها طبعا بده يحول المريض على إجراء هي العملية اللي اسمها اختصارا بالإنجليزي ERCP، اللي هو تصوير الطرق الصفراوية والبنكرياسية بالطريق الراجع. الطريق الراجع يعني هو عبر الفم. طبعا عملية بسيطة وآمنة، ونضمن أنه تزيل الحصيات من القناة خلال 10 دقائق لربع ساعة إن شاء الله بيكون مريضنا مرتاح. هاي باختصار لمحة عن العملية. تماما. هلا دكتور، المستمع عم يسأل حاله يا ترى أنا كيف يعني بدي شك، أو سواء كان يعني المريض نفسه يعني بيشك أنه عنده حصية بالمرارة، يعني بالعامية الأعراض اللي عم تظهر على مريض اللي عم عنده انسداد أو سواء كان حصاد مرارة. هلا بالعموم الأعراض هي طيف واسع. نعم. هلا بدي شبهها مثلا بمريض الربو. أيوة. في مرضى ربو أعراضهم كتير بسيطة، بتتظاهر فقط بسعال بسيط عند إثارة النوبة. مثلا إذا شم ريحة معينة ممكن يصير عنده سعال بسيط. صح. وفي مرضى ربو صدرهم صوت الوزيز في واضح جدا، هذا ربو شديد بيكون. أيضا الحصيات الصفراوية أعراضها لها طيف واسع، أحيانا بتكون لا عرضية يعني ما بتعمل أي أعراض. وأحيانا بتكون أعراضها صارخة. صارخة يعني ألم بطني شديد، يرقان، أحيانا حرارة، إقياء، وجع بالبطن، وبيجي بشكل نوبات. ولكن بالعموم الأعراض البسيطة لهيك شيء هو ألم المعدة المنتشر لتحت الأضلاع اليمين، وبيكون غالبا مترافق مع الأكل، بعد الأكل بساعة أو بساعتين، أكل الدسم خصوصا، وإضافة إلى الإقياء أحيانا. إذا دكتور، مكان توضع المرارة هي المراق الأيمن؟ أيوة، المراق الأيمن اللي هو بالعامية تحت الأضلاع اليمين. أيوة. كتير ناس بيجونا بيقولوا دكتور المرارة فعلا هي تحت الأضلاع اليمين تماما. فألم القولنج الصفراوي بنسميه هذا، أو حصيات القناة الجامعة، هو ألم غالبا يتوضع في المعدة أو في الشرسوف. خلينا نستخدم المصطلح الطبي الدقيق، في الشرسوف، فينتشر إلى المراق الأيمن اللي هو تحت الحافة الضلعية اليمنى، وأحيانا بينتشر للكتف اليمين أو للظهر حتى بشكل أفقي. هذا بالنسبة للألم ومواصفاته وطبيعة انتشاره. طبعا في شيء غير الألم، في أحيانا تلون البول باللون الأصفر. أيوة. هذا كمان مؤشر مهم إنه في مشكلة بالطرق الصفراوية، وبنشوفها أيضا بالتهابات الكبد. طبعا ساعة نحن بيتوارد عنا هيك أعراض مباشرة طبيب الداخلية العادي بشك بموضوع القناة الصفراوية أو المرارة على أقل تقدير، فبيطلب إيكو للبطن. الإيكو بيوضح الحالة بشكل سريع. تماما. لذلك مهم جدا أي شكاية ألم شرسوفي اللي هو ألم المعدة بمعنى أو ألم مراق أيمن، كتير ضروري نعمل إيكو للبطن. هلا دكتور، مثلا الأعراض بتكون هي نفسها متشابهة لما نكون في التهاب مرارة. بنسمع أحيانا إنه الشخص الفلاني عنده التهاب مرارة، ما مو ضروري يكون في حصيات. صحيح. ولا يعني الحالتين هي الآلام أو شكل الألم موحد، هو واحد هو. هلا طبعا في تداخل كبير بالأعراض. يعني دائما الألم يتركز في المعدة وتحت الأضلاع اليمين اللي هو المراق الأيمن. لكن بالتهاب المرارة الألم مواصفاته ممكن تختلف جزئيا عن مواصفات القولنج الصفراوي. بس بالإيكو بصراحة فورا أنت بتميز. التهاب المرارة راح يتميز أنه هو في سماكة بجدار المرارة على الإيكو. طبيب الأشعة بيخبرنا بتقريره أنه المرارة مثلا جدارها متسمك. تحليل الدم بيخبرنا أنه الكريات بيض مرتفع، فهو متوجه أنه السبب هو التهاب مرارة. أما لما بيكون مجرد حصاد بالقناة الجامعة غالبا ما راح نشوف سماكة بجدار المرارة، راح نشوف توسع بالقناة الجامعة. فنحن كأطباء هضمية بنميز الحالتين عن بعض ببعض المشعرات الألمية. طبعا الألم أحيانا حتى مريضنا ما بيكون دقيق بالتعبير عن ألمه، صح، وهون بيعطينا مواصفات مغلوطة. لذلك لا يعول على مواصفات الألم للحصول على تشخيص دقيق. تمام. تشخيص الدقيق حصرا بده تقرير إيكو عن طبيب أشعة. أنا الآن طبيب هضمية مثلا وبشتغل إيكو للمرارة والقناة الصفراوية، بس مهما كان خبرتي جيدة ففي خبرة أكثر مني بهذا الموضوع اللي هو طبيب الأشعة. اللي هو أساسا شغلته أنه يعطيني تقرير الإيكو لا أعتمد عليه بتقرير حالة المريض.
تماما. كتير. دكتور، هلا في الشاب ارمين علي، رح نبلش هيك نجاوب على الاسئله وشوي لتكون الحوار هيك شوي. تمام. حتى ما ننسى السؤال كمان. عم يسال سؤال للدكتور: هل ممكن انه تعود بكتيريا المعده بعد التعافي منها واخذ المضادات الحيويه لمده 14 يوم بمعدل 12 حبه في اليوم؟ جزيلا شكرا لكم. طبعا ما شاء الله، يعني هو واصف السؤال بشكل جيد. الجواب عند الدكتور. طبعا بكتيريا المعدة هي جرثومة المعدة بالعامية، اسمها هيليكوباكتر بايلوري. هاي الجرثومة هي عصية سلبية الجرام مستوطنة بالمعدة. طبعا الإجابة على سؤاله أكيد ممكن ترجع الإصابة فيها. أيوة. لذلك بنشوف هلا هي العامل الأساسي المسبب لقرحة المعدة ولكثير من الأمراض، حتى توجد في لويحات النخر السني بالأسنان. تمام. العلاج عم بيكون اسمه علاج ثلاثي أو أحيانا علاج رباعي. في مناطق من سوريا بتستجيب على العلاج الثلاثي بنسبة كبيرة، في مناطق تانية الاستجابة فيها أقل. بالجزيرة هون أقل من الداخل من الشام كاستجابة، فبنعطي علاج اسمه العلاج الرباعي. طبعا إذا عالجنا المشعر للشفاء لازم نعمل شيء اسمه تحري المستضد بالبراز. هذا هو اللي بيكشف انه تعافى المريض ولا لا. تمام. للاسف نحن في عنا نسبه من المرضى صح بياخذوا العلاج النموذجي للجرثومه، لكن الجرثومه بتكون معندة، وهذا التعنيد ما فينا نكشفه الا بفحص مستضد البراز. فممكن نحن ساعة انت بتاخذ اخي المريض اللي عم تسال، ساعة بتاخذ العلاج الرباعي او الثلاثي لهي الجرثومه، يفترض انك تعمل بعد اسبوعين او 3 اسابيع من نهايه العلاج فحص اسمه تحري المستضد بالبراز. فاذا كان سلبي معناتها هذا شفاء كامل. حلو. واذا كان ايجابي معناتها انت ما استفدت من العلاج وتصنف عندك الجرثومه بانها معندة. وبالتالي يجب تغيير خطه العلاج. أيوة. تمام. هلا بعد سنوات من الاصابه والعلاج ممكن نظريا اي انسان بيصاب ب5 جرثومه هي بالنهايه جرثومه. صح. اذا اليوم نحن مثلا صار في شفاء كامل للجرثومه، بعد 6 شهور او سنه هي متواجدة بالطبيعة بالفلورا، أحيانا بمياه الشرب موجودة. أكيد. فممكن عودة الخمج ري انفكشن بنسميها، ممكن تحدث إصابة جديدة وقرحة جديدة حتى. ويقال عادة أنه القرحات الهضمية تميل للنكس خلال 10 سنوات. يعني إذا واحد عمل تنظير لمعدته وطلع عنده قرحة وأخذ إلى علاج شافي، ممكن بكل بساطة بعد 10 سنين ترجع تنكس، وبالتالي بيراجع طبيب وبيطلب له تحاليل جديدة وتنظير، بيكتشف أنه قد يكون في نكس. فالإجابة المختصرة على السؤال نعم، يمكن نكس الإصابة. طبعا عم يرد الأخ أرمين عم يسأل أنه عفوا دكتور، عملوا لي اختبار تنفس وقالوا لي ما ضل معك. ممتاز. هذا الاختبار أيضا من الاختبارات اللي بتشخص. هذا الاختبار بيقيس محتويات النفس. الجرثومة عادة إذا أعطيت أنت نفس هي بتحلل البولة، بتفرز انزيم اسمه اليورياز الشاطر للبولة. فنحن عمليا من خلال قياس بعض المشعرات بهواء الزفير بنشخص اذا في شيء جرثومي حاليا بالمعدة ولا لا. حلو كتير. بس طبعا هذا الاجراء ما نو متاح كتير عنا، وبنستعيض عنه بفحص المستضد بالبراز بيكون متاح اكثر يعني. تمام. ونسبة دكتور نفس الشيء كمان. تماما. بنتمنى السلامة لجميع مستمعينا. هلا اللي عم يسمعونا سواء كنتوا بالسيارات، بالسوق، ببيوتكم، وين ما كنتوا عم تسمعونا، هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور حسين الحلو، اختصاصي بأمراض جهاز الهضم والتنظير الهضمي وعمليات تنظير القناة الجامعة. عم نحكي اليوم هيك دردشة هضمية صفراوية. أي حدا عنده مشاكل بجهاز الهضم لا تترددوا أبدا، اكتبوا السؤال عبر البث المباشر بكومنت أو بتشيلوا السماعة ولا تترددوا. 429-101 أكيد رح نكون مسرورين، وأكيد الدكتور حسين رح يجاوب على أسئلتكم. كنا واصلين لموضوع المقدمة لهالموضوع هذا والأعراض اللي كيف بتظهر على المرضى. هلا دكتور دائما نتطرق لموضوع الأسباب لأي مرض ما، أي حالة ما، شو هو السبب؟ قصدك على سبب الحصيات الصفراوية؟ حدوث هالحصيات بالمجمل الحصيات الصفراوية شائعة الوجود بكل المجتمعات. بمجتمعاتنا الشرقية هون نحن بالشرق الأوسط تقريبا شائعة جدا. نعم. لكن مما يزيد بانتشارها بعض الأمور مثل الأمور الوراثية. مثلا بنلاحظ أحيانا أنه الجدة والأم والبنت كلهم مصابين بحصيات المرارة. بنلاحظ أحيانا أنه بعض العمليات الجراحية تؤهب أكثر من غيرها لحدوث الحصيات الصفراوية. استعمال بعض الأدوية مثلا مثل مانعات الحمل أو غيرها ممكن تأهب لحدوث الحصيات الصفراوية. بعض أنواع أدوية الالتهاب، بعض الحالات المرضية المعقدة مثل مثلا مرضى اسمهم داء كرون
أو التهاب الطرق الصفراوية المصلب مثلا. يعني في مؤهبات بالعموم طبية وراثية بيئية جراحية نازمة عن الجراحات. النظام الغذائي، النظام الغذائي بصراحة ما ثبت انه كتير له دور بهذا الموضوع. طبعا هو حكي افتراضي، ما في شيء مثل ما تقول مثبت علميا انه النظام الغذائي له دور، على عكس حصيات الكلية. احنا بنسأل الحكي هذا احيانا انه والله انا المي اللي بشربها كلسية فعملت لي حصيات مرارة. لا، مو صحيح الكلام هذا. لا ابدا. طبعا احيانا المخمصة او تخفيف الوزن الشديد السريع، يعني مثلا واحد لنفترض وزنه 130 كيلو، حب يعمل تخفيض وزن سريع، صار وزنه بعد 6 شهور 90 كيلو بحمية صارمة. هذا المريض معرض لحدوث حصيات الصفراوية. تمام. نقص الوزن السريع هو من أحد المؤهبات المعروفة للتحصي الصفراوي. طبعا في أسباب كثيرة تانية، بس بالعموم نحن بنقول بالطب الهضمي 4F أو 5F، يعني فيميل اللي هي أنثى، ولودة فيرتايل بسن النشاط التناسلي، عنده أكثر من 4 ولادات. هدول العوامل غالبا هن المصابين بحصيات الطرق الصفراوية. طبعا أحيانا في شغلات نادرة، في تشوهات بالطرق الصفراوية بتأهب لحدوث ركودة صفراوية أو حصيات، في أمراض دموية انحلالية بتعمل هيك. يعني آخر من الأسبوع الماضي إجاني طفل عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، كمان طلع عنده حصات بالقناة الصفراوية. مرقت على أطباء كتير وما كان متوقع هذا الشيء، وكان مفتاح تشخيصه لهذا الطفل إنه شو مشكلته اللي عم تعمل هالأوجاع. كان مفتاح تشخيص إنه الأم عم تذكر إنه هو الطفل عنده فوال، يعني بياكل فول يصاب بانحلال الدم. الفوال معروف. فهذا المرض هو انحلال دم، وانحلالات الدم بكل أنواعها، من التلاسيميا لفقر الدم المنجلي للفوال لغيره، كلها مؤهبات لحدوث التحصي الصفراوي. هلا كان أنا محضر سؤال موضوع الأعمار دكتور والجنسين يعني. هلا بنلاقي دائما نسبة عم نسمع يعني بدي افترض حالي أنا من الجمهور يعني إنه النساء هن أكثر أجروا هالعمليات هاي. واللي عندهم حصيات مرارة، واللي تفضلت هلا من الأعمار لو هالموضوع هذا سواء الجنس أو الأعمار دكتور. هلا بالنسبة للأعمار عادة بتصير بعد عمر 40 عادة. طبعا ما في قاعدة تحكم 100%، بس احنا عم نقول عادة، يعني النسبة العظمى عم تصير بعد عمر 40. وعادة تصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة 2-1 مسجلة هاي. يعني مثلا طبعا في إحصائيات تختلف حسب المشافي، حسب المجتمع اللي انت قاعد فيه، في تفاوتات، بس نسبة تفاوتات ضعيفة. بالمجمل النساء أكثر عرضة للتحصي أو أكثر حاجة لعملية تنظير القناة الجامعة اللي هي الERCP. نحن من خلال عمليات نشتغلها، بتوقع أنه أنا اليوم موجود بالمنطقة صار لي فترة منيحة، يمكن اشتغلنا تقريبا 150 مرأة وحوالي 70 أو 80 رجل. نسب يعني يعني عمليا فعلا هي النسبة 2-1. تماما متأكد هالشيء هذا تماما. دكتور هلا موضوع التشخيص بالنسبة لهالحصيات المرارة أو القناة الجامعة، مثل ما تفضلت هلا ضمن سياق حديثك قبل البداية والشرح، كان إنه موضوع إنه المريض عم يراجع طبيب عام أو طبيب داخلية عن طريق الطبيب الآخر أو زميلكم بالاختصاص يعني بيتشخص أو بيجي لعندكم. هلا الوسائل التشخيصية عندكم دكتور، ناهيك عن القصة المرضية وأسئلتكم للمريض، كيف بتبتوا إنه هالمريض هذا خلص عنده حصيات مرارة أو قناة جامعة؟ أنت قصدك من السؤال بتوقع أستاذ عماد إنه كيف بتبت إنه هالمريض بحاجة للعملية أو لا؟ تماما. هذا يعني هو هذا غير إذا عنده حصيات أو لا. تماما. هلا طالما في حصيات بالقناة الصفراوية فهو بحاجة للعملية. طيب كيف نثبت إنه هذا المريض في عنده حصيات؟ أحيانا الحصيات بنشوفها بشكل واضح بالإيكو. يعني أنا بيجيني التقرير من طبيب الأشعة زميلنا انه يشاهد ظل حصاد في القناة الصفراوية تقيس مثلا 8 ملم او عدة حصيات طبعا صارت معنا كتير، احيانا 10 حصيات ممكن. احيانا بيجينا التقرير في توسع بالقناة الصفراوية بدون ما نشوف حصيات. مو دائما الحصيات يمكن رؤيتها، خصوصا بأسفل القناة الصفراوية. أسفل القناة الصفراوية تشريحيا يقع خلف رأس البنكرياس تقريبا، فمن الصعب رؤيته. إلا بمناورات معينة من طبيب الأشعة أحيانا ما بيكون مثلا واضح 100% أنه في حصيات أو لا. صح. فنحن أول شيء بنعتمد على تقرير الإيكو، ثاني شيء بنعتمد على التحاليل المخبرية. وجود الحصاد بالقناة رح يؤدي إلى انسداد إما كلي أو جزئي. هذا الانسداد رح يعمل ارتفاع بخمائر الكبد أيوة. ورح يعمل ارتفاع بالبيلروبين وارتفاع بأمور أخرى، تحاليل طبعا نحن كأخصائيين نعرفها أو الطبيب العادي بيعرفها. وجود ارتفاع بالتحاليل مع توسع بالقناة الصفراوية أو
حصاد صريحة بالقناة الصفراوية، هذا تشخيص مؤكد للحصيات وحاجة مؤكدة لعملية تنظير القناة الجامعة. تمام، اللي هي اسمها الERCP. لكن مو دائما هذا الشيء للأسف نتوفق فيه، يعني أحيانا بتكون في حصاد لا منشوفها على الإيكو ولا بتترافق مع ارتفاع بالتحاليل، وبتعمل أذى، بتعمل التهاب بنكرياس وبتعمل مشاكل أخرى وآلام بطنية مزمنة، وبيكون التشخيص غايب عن الكل. مثل حالة هذا الطفل اللي عم بحكي عنه كنت من شوي. نعم. طبعا هذا الطفل، ولو انه بدنا نتوسع شوي بالشرح عن هالنقطة، الطفل موجود بحما، راجع أطباء الأطفال، أطباء الأشعة، أطباء الهضمية، يمكن صار له والدته حسب ما حكت معي الأسبوع الماضي إنه شفنا شي 30-40 دكتور للأسف يعني. وكل أسبوع في عنده نوبة وجع شديدة وحرارة وبردية وسخونة، وعم بيراجع الطفل. طيب عملوا الإيكو سليم على 4 أو 5 مرات إعادة، عملوا تحاليل، كل التحاليل طبيعية، بس في ارتفاع بالبروتين الالتهابي. شايف الحالات أحيانا بتكون شائكة، صح، بدها دقة، تحري من الطبيب. أيوة. هلا الطفل أكيد حالته منها نفسية، وأكيد حالته منها تشنجية، طفل يعني. وأكيد هو عامل كل التحاليل وطالع مثلا فحص البول والراسب عنده طبيعي، إيكو البطن طبيعي، كل الأمور الثانية طبيعية، ولكن الطفل عم يتألم، فيفترض يكون في سبب. يعني بدك تدور على السبب بالنقاش مع الأم على التليفون، إنه شو عنده الطفل سوابق، شو عنده أمراض. قال والله عنده فوال، بياكل فول بفول، فعنده انحلال دم. تماما. فصار في تدقيق أكثر على موضوع الطرق الصفراوية بالأسئلة تبع الطبيب، اللي هو أنا مثلا عم بستجوب على التليفون إنه يا أختي ابنك شو عم بيصير معه، من إمتى، وصفي لي، وبعد الأكل بإمتى بيصير الوجع، بميل لون البول للأصفرار شوي. قال إيه، ايش قد صار للحالة؟ قال شي 4-5 أيام، بتيجي نص ساعة ساعة بيتلوى من الوجع فيها وبتروح. طيب بده الواحد معناته يشكهم بانحلال الدم اللي عم يعمل حصيات بالطرق الصفراوية. فالحل انك تطلب استقصاء اعمق من الإيكو. نعم. تمام، لانه الإيكو اجى سليم 2 3 4 5 عم يجي سليم. فالاجراء بهالحالة اسمه تصوير الطرق الصفراوية بالرنين المغناطيسي. طبعا اجراء صعب ومو بأي مركز موجود، فاضطرت المريضة تطلع لطرطوس تصوره. صورت، طلع بالفعل انه في حصاد باسفل قناة الجامعة. والطفل عمره والطفل عمره 6 سنين، يعني لسه ما فايت على المدرسة. مستبعد جدا يعني. طبعا هي حالة شايف انه كتشخيص، اذا انت ما كمشت طرف الخيط اللي هو اهم شيء القصة المرضية للمريض، انه شو عم بيصير معك ومن امتى، تفهم بالضبط. احيانا بصراحة ما في داعي تطلب استقصاءات، بتكون اقتنعت اقتناع كامل انه هذا هيك مشكلته، صح، من خلال مناقشتك مع الاهل او مع المريض. فاكتشفنا هالحصاد وانحلت مشكلته الحمد لله، سحبنا له اياها واموره من احلى ما يكون. ما شاء الله. ايه؟ طبعا الاهل اكيد مسرورين جدا. طبعا بالنهايه الاهل بدهم مريضهم يكون مرتاح تماما، والحمد لله. اكيد الطبيب يعتبر انجاز له. بدي احكي انا يعني كلمه بجوز تنحسب علي، انه الطبيب الماهر مو شرط بس يكون ماهر بعمله، بده يكون ماهر باستماعه للمريض، أكيد، بتفصيل الشكوى، لأنه كلمة صغيرة أحيانا بتغير توجهك التشخيصي والعلاجي طبعاً بشكل 180 درجة. تمام. أحيانا بيجي لعندي أنا مرضى مبعوثين لعندي من شان أعمل عملية القناة الصفراوية. تمام. بدي أحكي بالعكس الآن، يعني بيتحول لعندي مريض دكتور إنه هذا المريض عنده مشكلة بالقناة الصفراوية، بعتينه لعندك كرمال تعمل له عملية تنظير قناة جامعة. نعم. بالأسئلة، بالأجوبة، بالصورة، بالتحاليل. الصورة فيها توسع بالقناة الجامعة بيكون، والتحاليل مرتفعة. تمام. يعني هذا مبرر علميا انك تعمل له عمليه القناه الجامعه. تماما. بتفصل شوي بالشكوى، بتسمع من المريض، بتكتشف انه انت ما راح تفيده بالعمليه. تكتشف انه هذا المريض مرضه مو بالقناه الصفراويه. تماما. بضرب مثل، قطر القناه الجامعه الطبيعيه هو 6 ملم، لما بنشوفها على الايكو 9 ملم بنكون متوسعه. تمام. لما البيليروبين يعني بيرتفع بيكون كمان بيبرر اني انا اعمل تنظير قناه جامعه. طيب اذا المريض عمره 80 سنه وجاي لعندي بشكوى توسع قناة جامعة وآلام وارتفاع بالأوروبين، ممكن يكون عنده التهاب كبد سي، هذا وارد. لذلك ما بنعمل عملية إلا إذا مقتنعين 100% إنه هي بتخدمه العملية، وتنهي الاستقصاءات اللازمة. طبعا أكيد. طبعا لأنه أحيانا في آليتين مرضيات اللي بيشتركوا بنفس الأعراض. تماما. مثل إنسان مثلا عم يجعه راسه وهو مريض سكري ومريض ضغط وعنده التهاب جيوب مثلا. طيب في عندك 3 أسباب افتراضية للصداع مثلا. نعم. وهون عندك ممكن يكون سببين افتراضيين لألم البطن واليرقان. فنحن بعملنا ما بنلجأ للعملية إلا إذا كان في استطباب قطعي وواضح إنه العملية رح تفيده ورح تساعده. نعم. هذا شيء قطعي وأكيد. تماما.
دكتور هلا الموضوع هلا التنظير اللي بتعملوه مثلا بالمنطقة، اللي هو يعني الاخصائي الوحيد اللي بتشتغلوا فيه والجهاز الوحيد اللي بالمنطقة. هلا ايمت بيستدعي هالعملية هاي؟ لما بتكون الحصية فايتة بالقناة الجامعة، ولا انه هي تكون راكدة بالمرارة؟ هاي كيف يعني لو تشرحون هالموضوع. بالعموم عملية تنظير القناة الجامعة هي حصرا لحصيات القناة الجامعة حصرا. تمام. أما عملية استئصال المرارة فهي المقصود فيها أو الهدف تبعها التارجت تبعها أنه تشيل المرارة المحصات كاملة. أيوة، المرارة المحصات في استطبابات لاستئصالها، أيوة، لإزالتها بالتنظير مثلا أو بالجراحة، دواعي يعني. مو أي مرارة محصات نحن متداخل عليها ومنشيلها. يعني إذا أنا شفت مريض ما عنده عوامل خطورة وعنده حصات 2 سنتي ساكتة بالمرارة ما عم تعمل أي أعراض، ممكن أتركه وراقبه مراقبة. ممكن نقول له للمريض أنه بيوم من الأيام إذا توجعت تعال عندي. تمام. أما إذا بالإيكو أنا عندي حصيات بالقناة الجامعة، هذا بده تنظير قناة جامعة. تمام. في فرق بين الاثنين. وحتى بالاختصاصات اللي بتشتغل هالعمليات، مثلا عملية المرارة اللي بيتداخل عليها هو زميلنا طبيب الجراحة العامة تماما. أما كحصيات قناة جامعة أطباء الجراحة العامة هن اللي بيحولون المرضى كرمال أنه تداخل عن طريق الفم. طبعا عمليتنا ما أنا عملية جراحية، هي عملية بتتم من الفم مثل منظار المعدة العادي. تماما. بس يعني أنه إجراءها أطول بشوي وفي درجة من الدقة أكتر بشوي. وبده مساعدة من الأشعة، ومشان ندخل على القناة الصفراوية نفتحها ونستخلص منها الحصيات الناعمة ونريح المريض ونعطي النتائج كويسة إن شاء الله. تماما. يعني نحب نطمن المستمعين اللي عم يسمعونا هلأ بمدينة القامشلي واللي ساكنين بمنطقة الجزيرة، للي عندهم مثلا مشاكل بالمرارة، فما في داعي لزيارة الشام أو دواعي للجهاز موجود والخدمة موجودة. يعني موضوع عملية تنظير القناة الجامعة، نعم، الحقيقة هي عملية على مستوى العالم. أول عملية بلشت فيها بحدود عام 1975. الجهاز أول ما اخترع باليابان وتم تطويره بألمانيا وبأمريكا، وصار في ناس خبيرة فيه وتطور الجهاز وأدوات الجهاز. فهي العمليات من 40 سنة ما حدا كان يعرفها على مستوى العالم. نعم. أول ما صارت دخلت على سوريا لعنا بنهاية الثمانينات. الله يذكره بالخير أستاذنا الدكتور فايز صندوق هو اللي إجا على سوريا، أول طبيب بسوريا بيشتغلها، وعلمها للأطباء الموجودين بالشام، وصاروا يتداولوها بالمشافي الجامعية والمشافي الوطنية. وطبعا تعليمها بصراحة لهي النوع من العمليات في درجة من الصعوبة والدقة، كون المنطقة التشريحية اللي احنا عم نشتغل عليها كتير صغيرة، يعني بحجم حبة العدس كل ساحة العملية. تماما. فأي ميل على اليمين على اليسار ممكن يعمل اختلاط عند المريض، ممكن يعمل خطورة أو نزف أو انسقاب بالأمعاء. لذلك بصراحة الخبرة العالية اللي بتطلبها هي العملية أحيانا بعض زملائنا أطباء الهضمية ما بيكفوا تدريبهم. نعم. وبيقتصروا بس على مثلا المنظار المعدي والكولون الاعتيادي، كونه هي العملية بدها 3 أو 4 سنين خبرة إضافية بمشافي جامعية كبيرة. نعم. لحتى تشتغل كم هائل من المرضى بحيث أنك تصير مؤهل لأنك تشتغل هيك نوع من العمليات. فالحمد لله أنا عندي تقريبا صار شيء 15 أو 16 سنة شغل بهاي العمليات بسوريا، خارج سوريا، بالدوحة، بدبي، هون بالجزيرة. ورب العالمين عم يفتح علينا الحمد لله، الشغل كويس ونتائج العملية ممتازة، واللي بيقصدنا إن شاء الله ما منخيب ولا من حيث جودة الإجراء ولا من حيث أي نقطة بيرغب بالتعامل فيها. أكيد. إن شاء الله. أكيد. الأخ أرمين أكيد عقب على سؤال تاني كمان، إنه حابب يسأل سؤال تاني، ولكن دكتور خطر على بالي موضوع لو نرجع شوي لموضوع الأعراض. يعني الخدمة الإلزامية يعني صدفت إنه شفنا مريض مصفر كامل، يعني حتى بياض العين والجسم كله كان مصفر. فهل يا ترى موضوع انسداد القناة الجامعة بيؤدي لهالعرض هذا؟ كمان طبعا هذا أهم من أهم الأعراض وأوضحها. هلا الاصفرار بالعموم هو بالطب اسمه يرقان. نعم. اليرقان له أسباب كتيرة، التهاب الكبد، نعم. التهاب الكبد الفيروسي، الدوائي، الركود الصفراوية عند الحوامل مثلا، حصيات القناة الجامعة، تشمع الكبد، كل هالأمور هي بتعمل يرقان. تمام. لكن اليرقان أحيانا بيترافق مع ألم صارخ واضح نوبي قولنجي، هذا بنسميه يرقان مؤلم. اليرقان المؤلم 90% من أسبابه حصيات بالقناة الجامعة. واحيانا بيكون اليرقان صامت سريريا، يعني ما عم يعطي ألم. نعم. طلع بالمريض بتشوفه مصفر بس ما عنده ألم. هاد كمان مشكلته أحيانا قد تكون بالقناة الجامعة، لكنها قد تكون لا سمح الله كتل أو أورام.
أكيد. فإذا في فرق سريريا، الطبيب لما بيسأل سؤالين أو ثلاثة بيعرف إنه هذا بحصة بالقناة الجامعة، ولا هذا انسداد عن تليف، ولا عن كتلة برأس البنكرياس، ولا عن مشاكل ضمن الكبد، ضمن الخلية الكبدية، من خلال وجود الألم أو عدم وجود الألم. تمام. فبالنسبة للأعراض، اليرقان هو مؤشر مهم جدا بالنسبة للطرق الصفراوية، لكن إذا كان مؤلم قد يدل على حصيات، وإذا كان غير مؤلم قد يدل على أورام أو أسباب أخرى. أكيد. الأخ أرمين رح نقرأ سؤال، ولا تأخذوني على كثرة الأسئلة ولا يهمك، أكيد نحن أكيد مسرورين. أكيد. بس بعد استعمالي للمضادات الحيوية مسمي بايلر، ما بعرف إذا قريت الاسم مزبوط، عم يصير معي ألم معدة بعد الأكل وجبة. هل تتأثر المرارة وتبطئ من عصارتها الصفراوية بسبب البكتيريا ومعالجتها بالمضادات؟ بشك إنه الأخ هو بالسلك الصحي كوصفه للحالة وكتابته هي جيدة. أنا بدي نوها شغلة أخي أرمين. هلا أنت عم تاخذ الصادات الحيوية، هدول الصادات الحيوية ما بيعملوا ألم بالمعدة من حيث الألم قولنجي يعني، بس ممكن يعملوا شوية إزعاج. في بعض الأدوية اللي عم تاخذها أنت ممكن تعمل طعم مر بالتم، مرورة، ممكن تعمل مغص خفيف أو إسهال. هي بعض أنواع الصادات المضادة للجرثومة. لكن إذا صار في نوبات ألم واضحة برأس المعدة وأنت عم تاخذ الدواء وعم تتعالج فيه، فبصراحة هذا بيطرح سؤال مهم: هل أنت تشخيصك صحيح ولا لا؟ يعني مثلا أنا بدي أحكي على الجرثومة اللي هي الهيليكوباكتر بايلوري. هي جرثومة مستوطنة بالمنطقة، 85% من البشر مصابين فيها، لكن هي ما عم تعطي أعراض إلا عند نسبة كتير صغيرة من هال 85%. ما أعراض وصفية. تمام. لما بده يكون في ألم واضح وأنت عم تاخذ علاج الجرثومة وما أنك عم تستفيد أو عم تيجي نوبات، أنا بدي أطرح هون احتمالية أنه التشخيص ما دقيق. يعني ممكن يكون في مشكلة صغيرة بالمرارة أو بالقناة الصفراوية أو بالبنكرياس أو بمكان آخر مجاور للمعدة، ونحن حاطين كل جهدنا التشخيصي واهتمامنا باتجاه قرحة المعدة أو جرثومة المعدة. يعني بيكون مثلا مثل ما تقول طبل بدارية، مثل ما بيقولوا بالمثل، والعرس بدومة، ما هيك؟ بدومة هيك. ممكن يكون هيك. لذلك أنا بقترح إذا في نوبات ألم عم تجي واضحة، بقترح إلقاء نظرة بالإيكو يكون دقيق عن طبيب أشعة، وبعض أنواع التحاليل الدموية كرمال أنه تعرف بالضبط هل في مشكلة أخرى غير موضوع الجرثومة والمعدة ولا لا. تماما. تمام دكتور، وصلنا لموضوع العلاج. يا ترى كيف بيكون العلاج والتنظير؟ تمام. وصل موضوع العلاج، محور العلاج. قصدك إنه بالعلاج هو آلية العملية تبع القناة الصفراوية. نعم. طبعا العملية بسيطة، هي عبارة عن منظار شوي اسمه منظار العفج. المناظير الهضمية الاعتيادية اللي هي المعدة والكولون بتكون الرؤية فيها أمامية. نعم. المنظار بيشوف أمامه، أما منظار هاي العملية بيشوف على جنب، يعني هيك بيكون ملتفت على جنب، لأنه توضع الحليمة هذا مصب القناة لجامعة الأمعاء بيكون جانبي. نعم. فبهذا المنظار منفوت، نحن ندخل بمنظار عادي من الفم على المري على المعدة على الأمعاء محل ما بتصب القناة. نعم. منطقة صغيرة مثل الفتحة الصغيرة، ندخل عليها أدواتنا، أسلاك، ومنصورها من الداخل، نحقن فيها مادة ظليلة، ومنصور من برا مثل مبدأ القسطرة القلبية بالضبط. تتوضح معنا القناة، تفرعاتها ضمن الكبد، قطرها، هل فيها تضيق، هل فيها توسع، هل فيها ظل فراغي، هذا معناتها بحص. بعد ما نصورها بنخزعها، بنفتحها على الكهرباء ومننظفها بأدواتنا. مجمل مدة العملية الوسطي بإيد الطبيب الخبير اللي عدم مؤاخذة ما عم يتعلم أو عم يجرب تجريب، يعني ما بتتجاوز الربع ساعة. ما شاء الله. أي أحيانا ممكن بعمليات معقدة أو صعبة ممكن ضل نص ساعة، بس بالعموم بين الربع ساعة ونص ساعة هذا حد الوسطي. احنا في عنا عمليات ضلينا فيها أكثر من ساعة مثلا، بتكون معقدة العملية وفي مشاكل كبيرة غير الحصيات، وفي عمليات خلصت ب3 دقائق. ما شاء الله. أي كل حالة شكل تيسير من رب العالمين، هو مثل كأنك سايق سيارة ونازل فيها أكيد. مشوار، يعني ممكن أحيانا تعترضك حجرة، مغيرين الطريق كذا، بس بالعموم العملية بصراحة فيها سهلة وآمنة وما لها اختلاطات. اختلاطاتها بسيطة، ممكن تكون في التهاب بنكرياس. طبعا اختلاطات الكبيرة للعملية هي انسقاب الأمعاء والنزوف الضخمة، هي لا تحدث باليد الخبيرة، نادرا جدا. يعني أنا بالنسبة بحكي عن حالي صارت معي بس بداية مشواري المهني، الحكي قبل 10 و15 سنة، كنا بالمشافي بمشفى المجتهد مثلا، صارت معنا كنا عم نتدرب
يصير معنا هيك شغلات، بس بالفترة الآخر السنوات الأخيرة نادر، ما صار معنا الحمد لله. دكتور، السؤال هو كان يعني انه بنعمل تحت التخدير العام ولا؟ طبعا هلا هو اسمه مثل ما تقول تركين المريض، مو تخدير عام، ما بيوقف التنفس وما بيعطوا مرخيات يعني. أطباء التخدير زملائنا بيعطوا مواد تخديرية بسيطة. المريض بينام نوم عادي، يعني ما بيحس على شيء. ربع ساعة بس سحبنا المنظار، بعد 3 دقائق المريض بيكون مصحصح ما شاء الله. ايه يعني عمليا التخدير سهل، الصحو من التخدير سهل، ما في مشاكل. نادرة جدا. نسبة الاختلاطات على مستوى العالم 3%. يعني إذا أنت بتعمل العملية ل100 مريض متوقع يصير عندك اختلاطات، طبعا ما خطيرة، التهاب بسيط أو استنشاق بسيط بمستوى 3% من المرضى بس. تماما. دكتور، نحن دائما بننهي لقائنا بمجموعة من النصائح، سواء كانوا للمستمعين، للأصحاء وللمرضى أو للزملاء الأطباء يعني، فنوجه شوية نصائح لهم. هلا للأخوة المستمعين المرضى، بصراحة أنتوا أخواتنا، بتمنى من أي مريض عنده أي شكوى لا يقصر بحق نفسه، يستقصى عن هاي الشكوى، سواء كانت ألم بالمعدة أو ألم بالبطن أو ألم بالصدر. أنا بنصح نصيحة عامة، بجوز ما يكون علاقة حصرا باختصاصي. تماما. بعض أنواع الشكايات بصراحة قد تكون فيها خطورة، لا يجب الاستهانة فيها. شاب إجا نخزة بالصدر أحيانا ممكن تكون تشنجية، بس ممكن تكون نقص تروية قلبية وتروح لا سمح الله. وهذا الشيء شفناه بأقاربنا، بزملائنا، بأصدقائنا للأسف. فعدم إهمال الشكوى وإعطاء الشكوى حقها من حيث الطبيب اللي أنت ناوي تزوره. يعني أنا عندي ألم بمعدتي بزور طبيب الهضمية، تمام، عندي ألم بالصدر بزور طبيب القلبية. ولو بتفقد جسمي، يعني حقنا على أنفسنا أو حق أجسامنا علينا أنه نحن نرعاها حتى بشكل دوري، من المفروض بشكل يعني دوري. طبعا العلم بيقول والطب بيقول أنه لازم كل سنة أنت تعمل نظرة على جسمك، شو المهم بالجسم، شو الإسعاف، القلب، الجهاز الهضمي، بعض أنواع التحاليل، وخلص بمعدل كل سنة مرة. تاني شيء العادات الصحية، لا يكون الإنسان مفرط لا بأكل لا بشرب لا بدخان، يكون إنسان معتدل بكل شيء، يمارس الرياضة بشكل منتظم، لا يعتمد على النصائح الطبية اللي هي عن طريق الفيسبوك أو الإنترنت. للأسف أنا اليوم متابع صفحات هون بالقامشلي أنه ودع كذا خلال 5 أيام، ودع البداني بكذا، وعلاج فوري للألم المفاصل، وعلاج. الحكي هذا ما علم تماما. في علم. الطب وصحتك هي اختصاص طبي، والاختصاص الطبي اليوم عم تنظمه جامعات ومعاهد عم تدرس الطب وأبحاث على مستوى العالم. هدول المسؤولين عنها الأطباء الموجودين، تمام. نحن نسأل طبيب عن شكايتنا، ونسأل واحد صاحب اختصاص، ما بنسأل إنسان عادي. أو حتى مع احترامي لزملائنا مثلا الصيادلة أو اللي بيتعاملوا بالطب بس ما لهم أطباء، كل الاحترام والمحبة لهم، بس كمان الصحة أمانة رب العالمين عطينا إياها. صح. صعب أنه نفرط فيها ونحطها إلا بإيدين صاحب الاختصاص. هذا نصيحتي أو لأخوتنا الأكارم اللي عم يسمعونا الآن. نصيحتي أو كلمتي لزملائنا الأطباء بالمنطقة، الله يوفقهم ويعطيهم الصحة والعافية. بتمنى هالمنطقة دائما تزدهر ويجيها ناس مثل اختصاصي. طبعا أنا الآن اختصاصي الوحيد بالمنطقة، بس منطقة بحاجة اختصاصيين ويكونوا مثلي وأحسن مني، وأنا برحب بهالشي وما بتفرد فيه، وما بكون، لا تواخذني بهالكلمة، بكره إنه حدا تاني يجي ينافسني. لا، نحن أطباء تعلمنا العلم، وجزء من تأدية واجبنا تجاه مجتمعنا اللي علمنا أيضا ننقل خبرتنا لناس تانية أو لأطباء تانية. فرضا أنا بيوم من الأيام احتجت هاي العملية، مين بده يساوي لي إياها مثلا؟ صح. تمام. أو والدي، تعرف بالطب الإنسان صعب يعمل عملية لوالده أو لابنه مثلا. لازم يكون في ناس أكتر من هيك، أكتر من دكتور واحد أو دكتورين. هذا المجتمع بحاجة لأكتر من هيك خبرات. هاي شغلي. بتمنى أيضا من زملائنا الأطباء، هي أنا بصراحة ضيف جاي على المنطقة، ماني من الجزيرة، أنا من مصياف بالأساس. بتمنى إنه الأطباء يكون في عندهم درجة أعلى من التعاون. يعني أنا بلاحظ أحيانا مثلا مريضنا، لنفترض المريض ساكن اليوم بالقامشلي وأنا موجود بالقامشلي، والمريض تعرض لحصات بالقناة الجامعة، علاجها عملية تنظير قناة الجامعة بتصير بربع ساعة. تمام. وبتصير بثلث ساعة مثلا. للأسف بشوف إنه بعض الأطباء ما بعرف شو الأسباب، وبعذرهم مع هيك، بس بنصحهم إنه حاولوا التيسير على المريض. يعني بيحولوا المريض فورا على أربيل أو على دمشق مثلا، مشان عملية تاخذ من الوقت ربع ساعة، وبتصير هون بأيادي آمنة وأمينة ومن أحلى ما يكون.
طبعا ما بتداخل أنا بتقييم الأطباء زملائنا وأحسن منا وعلى العين والرأس، لكن أنا بنصح الطبيب زميلي طبيب الهضمية اللي بتمر عليه هيك شكايات، يفترض الواحد يكون عند الأمانة المهنية. نعم. تمام. يعني أنا اليوم مؤتمن على صحتك. إذا أنت زرتني كمريض بعيادتي بدي أنصحك بكل المعلومات اللي هي برأسي كطبيب. صح. وين بتصير العملية بنصحك، وين أحسن بنصحك، بحط لك الخيارات أمامك. بس مرت علي حالات للأسف بوصلوا المرضى فيها للوفاة، وناس مو كبار بالعمر، صبية اليوم مثلا من الحسكة عم تتعالج بالسيرومات وبدواء الالتهاب لمدة 20 يوم بالمشافي الخاصة. تمام. الموضوع ما مادي، بس اعتباري ما بدهم يحولوها إلا على أربيل أو على دمشق، وما عندها إمكانية تطلع على دمشق ولا على أربيل، وبتوصل بتنحط على التنفس الاصطناعي بالمشفى الوطني بالقامشلي، كرمال انه طبيبها اللي عم بيعالجها ما بده يجيب سيرة الدكتور حسين انه والله موجود بالمنطقة وعم بيقدم هيك رعاية. طبعا انا برجع بقول صحة المرضى امانة بين ايدينا. تمام. وبس. أكيد مشكور على المعلومات القيمة دكتور، والاستضافة الحلوة والجميلة والحضور الجميل. تسلم ذوقك والله يعطيك الصحة والعافية، وتشرفت فيكم أستاذ عماد. شكرا لك دكتور حسين الحلو، اختصاصي بأمراض الجهاز الهضم والتنظير الهضمي وعمليات تنظير القناة الجامعة. على أمل نلقاكم بأيام أخرى وإن شاء الله إنجازات أكبر وأوسع على المنطقة. الله يحفظكم يا رب. بشكر زملائي بالكنترول، وأكيد مشكورين على حسن المتابعة مستمعينا ومتابعينا. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. الحجز والاستعلام هاتف 433 226.